بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. راح ندير لكم واحد الأجبان ولا الفرامج باش نقدروا نستعملوهم دائما وفي رمضان. وانا درت تقدروا ديروا باللبن وتقدروا ديروا بالحليب. انا ندير اللبن خاطش اللبن رخيص بصح الحليب غالي شويه. انتوما لا شريتوا الحليب تاع هذاك تاع الشقاير اللي رخيص تقدروا ديروا به. هذا الجبن واش ندير له؟ كنت انا سبق ودرت لكم هذا الجبن البلدي ولا جبن المسلمين كما نسموه حنا بالجزائر. درته لكم يعني نفس الطريقه من الاول ومن بعد تيك نديروا طريقه اخرى. نديروا هذا البن فوق النار حتى يتصفى. كي يتصفى نفرغوه ونصفوه في كاش شاش ولا تشليق ولا كومبريس ولا كتانه ولا المهم نصفوه ونخلوه يقطر ومن بعد تيك باش نستعملوه. اذا ما درتوش اللبن ودرتو الحليب واش ديروا الحليب؟ انا ما نقدرش ندير لكم الحليب خاطش ريتله وحده ما تكفيش وكي ندير زوج ولا ثلاثه قلت لكم الحليب غالي شويه. ديروا الحليب واش ديروا الحليب واش ديروا له؟ تحطوه في الكاسرونه وتحطوه فوق النار غير يبدا يسخن تجيبوا الخل وديروا على حسب الكميه. نتوما ديروا مغرفه صغيره اذا عندكم ريتله وشوفوا كي ديروا هذيك الخل تشوفوه بدا يتصفى، يعني هذاك الجبن بدا يتنحى وحده والماء بدا يتنحى وحده. اذا شفتوا مازال زيدوا الكميه تاع الخل حتى تشوفوه تصفى. قلت لكم على حسب الكميه شحال راح نديروا ريتله ولا زوج ولا ثلاثه. المهم دوك انا هذا اللبن نحطوه فوق النار حتى يتصفى شويه ومن بعد تيك نطفيلو ونخليه يبرد ومن بعد حتى يبرد باش نصفوه. كي تحطوه فوق النار يا اما تقعدوا قدامه وتعسوه حتى يتصفى ولا نقصوا له النار قليله قليله قليله. عليه تقدروا ديروا حاجه ولا تروحوا تدوروا ديروا كاش حاجه باش ما يطيبلكمش على جري. اذا طاب يولي ما يشدش يعني في بعضه ما يتشدش مليح يولي عامل كي التراب وما كي يولي عامل كي التراب يولي ما يصلحش باش نخدموا به هذاك الفرماج. لازم هو يجي طري يكون طري ويلصق في بعضه. هاوليك بدا يتصفى بصح انا نخليه يزيد شويه مازال شويه. هاوليك انايا غطيته وحطيته في الثلاجه فريجيدار وخليته حتى ولا تصفى كنت تشوفوا فيه. ومن بعد تيك دوكاتيك هاني جبت هذاك السكاس درت فيه هذا الشاش ولا هذا القماش هذايا قلت لكم انا تاع لي ستور. مقطعتهم ودايرتهم نصفي فيهم دائما هكذايا كي ندير هذا الجبن هكذا نرفد ونحط فيه حتى ومن بعد تيك نعقدو ولا نربطو ونخليه يقطر مليح 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 باش من بعد نخدم به. واش راح نخدم؟ هاوليك الجبن بعد ما قطر انا درته هنايا وخليته في فريجيدار ثلاجه. يعني وحتى اليوم انا حنديرو. هاوليك دوكا نجيب كاش حاجه ونفرغو فيها. نقسمها على زوج. شويه ملح ونخلط نخلطو هكا مليح بالملح. تحبوا ما ديروش الملح تقدروا ما ديروش الملح اللي يحب ياكل مسوس. حنا معرفين دائما ما نديرولوش الملح يعني تقريبا. بعدا نحكمو وندير له هكذا كويرات لا كويرات هكذا. هادو خليتهم بيوضه. هادو واش ندير فيهم؟ ندير فيهم شويه تاع الزعتر. نتوما على كل حال تحبوا ديروا واش حبيتوا فيهم. تحبوا ديروا الزعتر تحبوا ديروا حاجه اخرى من الاعشاب نديرهم نفس الطريقه. ندير لهم كويرات كيما الاخرين. هامليك بعد ما درتهم كاع كويرات هادوما اللي فيهم الزعتر وهادوما العاديين نجيب بلاره ونستفهم لداخل. ندير وحده منا وحده منا. نجيب حبيبات تاع الثوم
كان المفروض ندير من تحتها قبل ما نحط هادو، معليش نحطهم هكذا وخلاص. هكذا نجيب الزيت، حبيتو زيت الزيتون، حبيتو الزيت العادي. حبيتو تزيدو تحطوا معاهم وريقات تاع الرند، حبيتو الحار، حبيتو شويه تاع الزعتر، نتوما يعني كيما حبيتو. ندير شويه تاع الملح، انا ما درتش مقبله في هذاك كي درت الكويرات ما درتش بزاف الملح. هكذا نغلق عليها، نحطها انا في فريجيدر، ما نكذبش عليكم، ما نخليهاش على برا، نحطها في فريجيدر. بعد ما درنا الاخر تقولوا لي زيت الزيتون غالي وحتى الزيت العادي ما راناش نقاوه غالي، نقول لكم كاين البديل. هذاك النص الاخر واش نديروا به؟ هاوليك هذا النص الاخر اللي خليناه نجيبو شاش ولا تشليق ولا المهم هذا ما فيه لا زيت لا والو، ونرولي عليه هذا الشاش. هذا نخلوه كيما راهو هكذايا، يدي شويه تاع الماء باش ما يلصقليش. هكا درت يدي شويه تاع الماء، حبيتو ترققوه حبيتو تخشنوه. هكا نجيب شويه ملح هكذا نديروا له هكا من الفوق هكا، ونحطو في كاش حاجه ونحطو في فريجيدار. غدوه ولا غير غدوه نزيد ندير له شويه تاع الملح هكايا، نقلب منه، ندير شويه تاع الملح ونخليه حتى تشوفوه بلي يبس شويه. كي يبس نقدروا نقطعوه هكذايا، نزينوا به البيتزات، نديروه في الشلايط، المهم تاكلوه هكذاك مع الزيت والمطلوع، يعني عنده بزاف استعمالات. هذا ما فيهش بزاف تكاليف. هاوليك هدايا بعد ما خليته في فريجيدار وقيله 3 الثلاجه 3 ايام ولا يومين ولا غير نسيت، تقطعوه دواور دواور، وهاد الدواور هادو ما تحبوا تخشنوه تحبوا ترققوه. هذا بالنسبه لهدايا. وهذا هاوليك شوفوا انا درت له زيت الزيتون، حطيته في فريجيدار ولا الثلاجه، خاطش زيت الزيتون جمد. نتوما لا ما عندكمش زيت الزيتون ماشي شرط، تقدروا ديروا الزيتون عفوا الزيت العادي، تقدروا ديروا الزيت العادي. هاوليك عندي كنت دايراته من قبل، هاوليك هذا قديم. هاوليك كنت تشوفوا الزيت مازال شويه جامد هكذا، هكذا تنحوه. هذا شوفوا درت له الرند، هذا ما درتش فيه الرند، هذا ما درتش فيه الرند. هادو هما هذا هو الجبن ديالنا اللي درنا، هادو الدويرات ولا الكويرات، وهذا هادو المندورين هكذا باش نديروا شلاضه سواء بهادو ولا بهادو. كي نديروا شلاضه نحبوا نحطوا هكذا حبات حبات، تحبوا تصغروا تحبوا تكبروا. البيتزا ديروا هكا دواور وحطوهم ولا هكذايا، المهم نتوما احرار. هذه تقدروا ديروها شلاضه في رمضان ان شاء الله، زيدوا لها شويه الزيت وشويه الخل ولا شويه الزيت وشويه القارص وشويه المعدنوس ولا شويه الزعتر، تسمى نتوما احرار كل واحد واش يحب ياكل. انا ما نديرهاش دوك الزيت والملح خاطر ما حاش ناكلوا هذوكا. كي ديروا الشلاضه تاني تحطوا هاد الدواور تعطي هدايا، يعطي واحد الذوق هايل. هذيك الشلاضه تاع الورق الخضراء تجي تشهي. اللي في رمضان ان شاء الله وجاي رمضان ربي يوصلنا ليه، ديروه هدايا الصباح مع الزيت اللي يحب مطلوع، والزيت يسحر به. نقول لكم تاكلوا بالصحه والهنا وبقاو على خير، والسلام عليكم ورحمه الله ويا منعش.